مباشرة قطر وعمان السعودية والإمارات. مباراة جدا قوية، نتكلم عن مباراة منتخبنا الوطني مع عمان، مباراة جدا قوية. عمان منتشين أكيد بالفوز الأخير على الكويت ب5 أهداف. قطر تأهلت ب3 تعادلات وهدف وحيد. الحديث أكثر حول هذه المباراة ينضم إلي صابر غراوي صاحب جريدة الراية القطرية. صابر يعطيك الصحة والعافية. رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة قال نخشى النشوة العمانية في مباراة اليوم، أنت شو تقول؟ نعم، النشوة العمانية دي أحد مؤشرات التي تدعم المنتخب العماني في مباراة اليوم. الحقيقة صعوبة المباراة تكمن في أن هناك العديد من المؤشرات التي ترجح كفة المنتخب العماني من ناحية، وهناك العديد من المؤشرات أيضا التي ترجح كفة المنتخب القطري. مثلما قال سعادة رئيس الاتحاد، النشوة أو الانتعاشة الكبيرة جدا التي وصل إليها المنتخب العماني عقب الفوز الكبير الذي حققه على المنتخب الكويتي، هذه أحد المؤشرات. هناك مؤشر آخر أيضا في غاية الأهمية وهو تصاعد المستوى. احنا شفنا المنتخب العماني في المباراة الافتتاحية حقق تعادلا سلبيا، وفي المباراة الثانية حقق تعادلا ايجابيا، ثم حدث الزلزال في المباراة الثالثة التي فاز فيها بالخمسة. في تسلسل كبير جدا وفي تصاعد في المستوى، على العكس المنتخب القطري ظهر في اول مبارياته بافضل مستوياته امام المنتخب السعودي، وفي المباريات التالية مش هنقول حدث تراجع، ولكن لم يكن المستوى بالشكل الذي ظهر به في المباراة الافتتاحية. دي المؤشرات التي تدعم الكفة العمانية في مباراة اليوم. هناك مؤشرات أخرى تدعم الجانب العنابي بشكل كبير جدا. أنا في رأيي الشخصي أن أبرزها على الإطلاق اليوم الإضافي الراحة الذي حصل عليه المنتخب القطري مقارنة بالمنتخب العماني. المنتخب العماني عقب مباراة الكويت حصل على يومين فقط راحة، العنابي عقب مباراته الأخيرة أمام البحرين حصل على 3 أيام راحة. هذا اليوم الإضافي من الممكن أن يشكل فارقا كبيرا جدا، لأن في الدورات المجمعة بنشوف دايما أن اليومين المدرب لا يستطيع أن يلحق بعمليات الاستشفاء داخل الفريق والعلاج السريع والتجهيز للمباراة المقبلة. العنابي منظم على مستوى خط دفاع والوسط، عندنا مشكلة في التهديف، شلون راح يعالجها اليوم جمال بالماضي؟ والله أنا بالأمس جمعتني جلسة مع الكابتن منصور مفتاح الهداف التاريخي للعنابي، وهو تحدث في نقطة مهمة جدا، إن إحنا حتى الآن لا نلعب برأس حربة صريح. إحنا عندنا اللعيب الوحيد اللي من الممكن أن يؤدي دور رأس الحربة الصريح هو مشعل عبد الله، حتى الآن لا يشارك بشكل أساسي. أنا شخصيا أتمنى أن يبدأ في هذا اللقاء. عموما لا ننسى أيضا أن المنتخب يصنع الفرص التهديفية، ولكن سوء التوفيق حتى الآن يلازم الفريق. أتمنى أن يحالفه التوفيق في هذه المباراة. يعني بديهيات في مثل هذه المباراة، خطف هدف واحد من الممكن أن يحسم النتيجة بشكل نهائي. خلينا نشوف التشكيلة اللي هيحطها. احنا عندنا في أساسيات في التشكيلة. عندنا إن شاء الله بلال محمد، أعتقد أنه تماثل للشفاء وهيشارك. غياب أحمد عبد المقصود من الممكن أن يكون مؤثر في وسط الملعب، ولكن جمال بالماضي بينهج نفس النهج وباللعب ب3 لاعبين ارتكاز في مثل هذه المباريات القويه، وهيكون امامهم ان شاء الله حسن الهيدوس مع خوخي ابو علام، واحتمال عبد القادر الياس او مشعل عبد الله. اعتقد ان شاء الله التوفيق اللي تخلى عنه في الفتره الماضيه هيحالفنا بالكثير، ولكن على الدفاع ان يحذر ولا يركن للمستويات التي قدمها في المباراه الاولى، لان الخط الهجومي العماني بوجود عبد العزيز المقبالي والهداف سعيد رزيقي الذي ظهر بشكل لافت للنظر ملقب بالشلهوب، بالفعل ده يعني ثنائي خطير جدا، وهيواجه صعوبه للعنابي على بلال محمد وابراهيم ماجد ان يحذر مع بقيه اللاعبين من هذا الثنائي. الأوراق مكشوفة بين المدربين لقوين جمال بالماضي، عارفين بعض ولعبوا مع بعض قبل في باريس سان جيرمان، فكاشفين بعض اليوم. نعم، هم أصدقاء طبيعي، هم أصدقاء الأمس، خصوم اليوم، ولكن الأوراق كمان حتى الخليجية معروفة، والمباريات الثلاثة التي لعبت في البطولة كشفت جميع الأوراق بشكل كبير جدا. أصبحنا نعرف فكر كل مدرب، وأصبحنا نعلم خطورة كل لاعب في تشكيلة كل فريق. الخطوط يعني أصبحت يبقى الفارق الوحيد هو الجهد أو الحماس المبذول داخل أرض الملعب، وعنصر التوفيق اللي تكلمنا عنه، لأنه عنصر مهم جدا في مثل هذه المباريات، لأن في كمان تشابهات كبيرة جدا. الحقيقة خط قيادة سعد السهيل للفريق العماني بشكل عام لاعب جيد جدا. عندنا وسام رزق نفس الشيء، عندنا علي الحبسي في المنتخب العماني، بيقابله قاسم برهان أفضل الحراس حتى الآن في البطولة، أو أحد أفضل الحراس حتى الآن. في تكافؤ كبير جدا في المستوى، والأوراق المكشوفة يبقى عنصر الحماس وعنصر التركيز وعنصر التوفيق من المولى عز وجل في إحراز الأهداف. خلص في الوقت الأصلي للمباراة تعتقد، ولا توصل للإضافة التركيز؟
والله هو مباريات عموما وقطر في الفترة الأخيرة طبعا. نتذكر دائما مباراة المنتخب العماني مع المنتخب القطري في نهائي خليجي 17، المباراة الماراثونية اللي حتى في ركلات الترجيح لم تكن تريد أن تنتهي. عموما التاريخ كمان بيرجح كفة قطر، ده من ضمن الأمور اللي نسيناها. بترجح كفة قطر بنسبة كبيرة. قطر فازت على عمان في خلال المواجهات 14 مواجهة أمام 4 انتصارات فقط للمنتخب العماني. إن شاء الله تحسم في وقتها الأصلي، لأن كمان في الدورات المجمعة كما ذكرنا يفضل ألا تبذل جهدا مضاعفا حتى تستطيع أن تواصل المشوار إن شاء الله. شكرا جزيلا.